اهلا بكم في برنامج العالم، تصنعوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن احمد دودو. احمد دودو قلت لكم ده واحد بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي. قال عمل مرض نفسي وعمل طب نفسي وعمل نفسي مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في مصر، هو منبع للتعصب فتنه في مصر. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. قال عمل مرض نفسي وعمل طب نفسي وعمل عقده نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب يسير الجدل بكلام تعصب فتنه وبيحب الترند والله. طبعا احمد دودو طبعا هو بيتكلم بشع عن النادي، كلامه غير محترم. النادي كلامه بينم عن التعصب فتنه في مصر. طبعا بيقول لكم كله كذب وافتراءات. النادي بحاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عمل له مرض نفسي وعمل طبعا نفسي وعمل عقده نفسيه بجد يعني. طبعا احمد دودو طبعا هو ب 100 وش بيتراوم، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته. في التسوق منافق ومدرس وكده، انه بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ما بتجاه النادي عمل مشكله وعمل عقده من السنين لانه بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا يا فريق الجدول العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا معايا كده. ربنا بيعاقب النادي الاهلي وبيعاقب بعض الاعلاميين واللعيبه اللي بتتعامل بكبرياء وتكبر وغرور. وصل لمرحله من اول الموسم فيه افتراء. يعني والله عايز اقول لك احمد دودو الاهلي هيفضل مجننك ويفضل مربي لك خفيف. احمد دودو طلع بيحقد بقى وبيغل وبيعمل تعصب وفتنه على الهواء مباشره امام الهواء، طبعا على هو امام المشاهدين. طلع بيقول يعني بيقول لك ان الاهلي ان هو افترى وان هو بيتكبر عن يعني هو بيتكبر. وبيقول لك ربنا بيعاقب الاهلي على اللي هو بيعمله. بيعاقب الاهلي ايه يعني؟ مش فاهم ايه الكلام، ايه الكلام ده؟ ايه ده يعني؟ مرض نفسي، ده مرض نفسي يعني. احمد دودو بص يعني، بص يا جماعه اللي بيقولوا ده ان هو بيقول لك ربنا بيعاقب الاهلي اللي هو افترى وان هو بيتكبر وان الاعلام بيتكبر وان مش عارف، كلام كله مرض نفسي. فانا عايز اقول لاحمد دودو يعني بجد انت مريض نفسي يعني. انت اللي زي اللي كلامك ده مرض نفسي. الاهلي حقيقي عمل لك مرض نفسي وكميه حقد وغل تجاه النادي الاهلي غير طبيعيه. فانت بتتكلم بتيجي تقول تكبر ومش تكبر والكلام ده يعني حاجه في منتهى التعصب والفتنه، حاجه في منتهى التعصب والفتنه، حاجه في منتهى الحقد والغل. فعايز اقول لك احمد دودو الاهلي هيفضل دايما مربي لك خفيف وهيفضل مجننك وهيفضل وجعك وهيفضل عامل لك عقده نفسيه. فعايز اقول لك احمد دودو الاهلي دايما. فطبعا احمد دودو طبعا هو قلت لكم هو بيحب يسير الجدل بكلام تعصب فتنه وبيحب الترند والله. طبعا احمد دودو طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. احمد دودو اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.